هنعمل مع بعض النهارده البطاطا بالكريمه. جميله جدا وان شاء الله تعجبكم. انا عملت البطاطا بطرق مختلفه جدا عندي على القناه، وجميله جدا. اللي حابب يشوفها اتفضل يشوفها على القناه عندي. بس تعالوا مع بعض النهارده نشوف طريقه النهارده. انا جبت 2 كيلو بطاطا، قشرتهم وغسلتهم كويس جدا وقطعتهم زي ما احنا شايفين كده لدواير، واحط عليهم نص كوبايه ميه، واحط كمان عليهم 3/4 كوبايه سكر صغيره. هغطيها واسيبها لما تستوي، تدخل على نص سوا كده. نكمل باقي الخطوات اللي هنشوفها بعد كده، وعلى نار هادية جدا. بنفس الطريقة دي كده وصلت ليها، ببدأ احط عليها كمان كوباية من اللبن. وبنفس الطريقة برضو بعد ما احط كوباية اللبن على نار هادية جدا، بغطيها واسيبها لما تستوي. بعد ما بتستوي خالص بنبدأ بعد كده نهرسها كويس جدا الهراسة، واحط عليها 3 مكعبات من الزبدة. في الخطوة دي بقى نبدأ نجيب بايركس ونعمله بالزبدة، ندهنه كويس جدا ونفرد فيه. بعد كده هعمل بقى الكريمة كوبايتين لبن، كوبايتين لبن، وكمان معلقتين من السكر كبار، ومعلقتين من النشا كبار، وكمان هنضيف عليهم معلقتين من الكاستر كبار. ملحوظة ان كل الحاجات دي كلها على البارد. اقلبها كويس جدا الاول على البارد، وبعد كده اولع عليها البوتاجاز ونشوف مع بعض السمك اللي احنا عايزينه. انا عايزاها بنفس القوام ده كده، خفيفة جدا، عشان كل ما بتقعد بتبرد بتتقل اكتر. جبت البايركس، فردت البطاطا خلاص وبردت. بدأت بقى الخطوة دي ممكن اختيارية، اللي عايز يعملها يعملها، اللي مش حابب ما يعملهاش. حطيت كان عندي مكسرات عبارة عن جوز هند وزبيب، وبعد كده هفرد طبقة الكريمة عليها زي ما احنا شايفين كده. شايفين خفيفة ازاي؟ كل ما بتقعد بتتقل. بعد ما بفردها عليها كويس جدا، بجيب معلقتين كبار من السكر الخشن وافردهم عليها كده على الوش، وادخلهم بقى ايه تحت الشوايه. طبعا كل حاجه مستويه، هي تحت الشوايه بتدخل بس تاخد اللون الجميل ده. شايفين اللون الجميل ده؟ بتاخده تحت الشوايه، بس نكون حذرين جدا ونخلي بالنا ما نسيبهاش ايه وننسى. اتمنى منكم بجد تجربوها، تقولوا لي رايكم ايه. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والى اللقاء في طبخه اخرى من مطبخ امل.